الملك فاروق والرياضات الملكية. أهم حاجة الرياضة البدنية، واللياقة البدنية كانت بتيجي، ده ممكن نسميه الكومباز، نسميه لياقة بدنية. ده اللي ساعده إن هو يتسلق الهرم الأكبر قبل السفر للبعثة، ويسجل اسمه كريمة فوق قمة الهرم الأكبر. تاني حاجة السباحة، احنا قلنا سيدنا عمر قال علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. في كمان غير السباحة التنس، والتنس برضو من الرياضات الملكية. هنشوف فيها الأمير فاروق وهو بيتدرب 10 سنين، إنها الملكة فريدة، وهي بتعلم الأميرة فريال التنس. وهنشوف صورة على ظهر الباخر وهم في طريقهم إلى أوروبا، الملكة فريدة بتلعب مع الأميرة فوزية والأميرة فايزة. الملاكمة برضو من الرياضات قوي البنيان الجسماني. ده محمد علي وهو قدام السرير بتاع أحمد فؤاد أحد ملوك مصر. هنا لعبة الشيش، ودي اللي علمها له لو حببوا فيها حسنين باشا، لأنه كان أخد فيها بطولة، وكانت بتنظم لها بطولات في المدارس. وهنشوف آخر صورة في الألبوم نسل شاه وهي بتسلم كأس الشيش للفائز. دي مجموعة صغيرة من الرياضات اللي كان الأمراء بيدربوا ويتعلموا عليها. أرجو إنها تكون نالت إعجابكم. كده خلص الكلام، سلام.